بيغنوا بحماس شديد جدا، ولكن فجأة رومي صوتها بيتغير وما بتكونش قادرة تغني زي الأول، وعلشان كده بتطلب من بابي إنها تاخد استراحة صغيرة، وبتدخل غرفة الملابس وبتحاول تهدي نفسها، وبتتصدم جدا لما بتبص في المراية وبتلاقي النقوش انتشرت في باقي جسمها، فبتخاف وبتخرج من الغرفة وبتجري بسرعة علشان تهرب من المكان. وأثناء ما هي بتجري في الشارع بتفتكر ذكرياتها وهي صغيرة، وقت ما كانت قاعدة مع سيلين قدام مقبرة والدتها، وسيلين بتشرح لها إنها واحدة من الشياطين لكنها مختلفة عنهم، وده لأن باباها بس اللي كان منهم. وبمجرد ما بتكتشف النقوش اللي موجودة على دراعها سيلين بتوقفها وبتطلب منها تحاول تخبي النقوش دي طول الوقت، وبتعرفها إنها محاربة قوية زي والدتها ومش شيطانة زي والدها، وبتوضح لها إن بمجرد ما يتم صنع الهانمون الذهبي كل الشياطين هيتم القضاء عليهم للأبد، وكمان كل النقوش اللي موجودة على دراعها هتختفي تماما. وبعدها بنشوف رومي اللي بتكون كبرت، وبنشوف معاها ميرا وزوي وهما بيتحايلوا عليها علشان تروح معاهم